ابى اسمعكم شيء غريب عجيب. مادة صار لي كم سنة ما شغلتها. العزابية طلع برا الغرفة، يلا 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 يا عزابية، اشوفكم الوسبرات مالتكم الخاص كثرت، يلا برا الغرفة، يلا برا برا حبيبي يا عزاب، يلا 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 برا، ما بي ولا عزابي بالغرفة، يلا يلا لا تدوخوني. اشتغلت وسبراتهم، اشتغل خاص عندي. لا لا حبيبي زعلانين. ابى اسمعكم شغلة عجيبة في الدين الاثنى عشري، لكن ارجو اذا في خوات بناتنا ميوت، اخواتنا بنات ميوت، يلا يا بنات يلا يا شباب. ابى اسمعكم شغلة. عم انت شايب المفروض عندك اقل شيء 9 عيال الحين انت، ها؟ ابى اسمعكم شغلة عجيبة وغريبة. يا بنات ميوت، ميوت يا بنات، عفوا اهل السنة والجماعة فقط، اما الزينبيات لا كيفهم، هذا دينهم يعني هيك، هذا على قولتهم زلاطة بدينهم. اقول لكم شيء، معلومة جديدة، معلومة جديدة من بومشاري. البنات ميوت، برا برا يا بنات. كيف تصلي المرأة وهي حائض؟ بس بدون تعليق. لا تتفرع مسألة، وهو أنه مثلا صلاة فلان ليلة فيها ثواب عظيم، بعض الأخوات ما تقدر تصلي هاي الصلاة بدليل ما، معذورة، هاي شو تسوي؟ الله يعطيها الأجر. العلماء يقولون إذا المرأة المؤمنة إذا معذورة تتوضأ وتقعد في سجادة صلاتها بدون صلاة، هالشكل تقعد في سجادة الصلاة وكأنها بدأت بالأعمال. مثلا تمثل كأنها وكأنها بدأت بالأعمال، وتروح تتوضأ وتقعد على سجادة الصلاة وكأنها بدأت بالأعمال، تمثل وكأنها بدأت بالأعمال. مثلا يقولون الصلاة كل ركعة بعد الحمد 3 مرات قل هو الله أحد، هي وقاعدة تقول الله أكبر بدون نية صلاة، هي قاعدة تذكر هاي الأذكار، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كمل سورة الحمد 3 مرات قل هو الله أحد، هي وقاعدة تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. شوفوا كأنها تذكر الأذكار فقط بدون الحركات، يعني بدون حركات الصلاة. الله يكتب في دفتر أعمالها نفس الثواب الذي يكتب للرجال. إذا تقدر الأخت المؤمنة أيضا أن تشارك في أعمال ليلة القدر، أعمال ليالي رمضان وأمثال هذه من كل الأعمال الصالحة، الله سبحانه وتعالى يعطيها نفس الأجر. شفت الدين الاثنى عشري شلون يا شباب؟ شفت الدين الاثنى عشري؟ ها؟ شفت الدين الاثنى عشري يا شباب؟ هذا هو الدين الاثنى عشري، هذا هو الدين الاثنى عشري. 2 راحوا لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، رجال وزوجته. الرجال يروح إلى الضريح يقبل الضريح، المرأة معذورة ما تقدر تدخل عند الضريح، توقف بعيد. الإمام الرضا عليه السلام بمقدار ما الله يكتب للرجال يكتب للمرأة، هذول 2 ضيوف الإمام الرضا عليه السلام. لا يجوز دخول الأضرحة إلا على طهارة. وهذا اللي جلست الآن تصلي على السجادة، جالسة تصلي على السجادة وتمثل انها قاعد تصلي، ما بها اشكال. طيب الحرمة الآن مسكينة هذه تبي الله سبحانه وتعالى يلتفت لها يعني ويعطيها أجر شلون؟ الفالي، يلا يا الفالي، لحظة، لا لا لا، بعيدة، لحظة شوي لحظة شوي، وين راحت؟ لحظة شوي، ان شاء الله تكون هذه بس. الله قبل كم سنة كان ما ادري طيب يلا الفالي، خلي الناس تستفيد الحين، يلا يا بابا افدنا. الله قبل كم سنة كان ما ادري وجدة الزهراء جابوا لي علوية كويتية قالوا بيها انت سمعت الحلف يا شباب؟ سمعت القسم؟ سمعت القسم؟ سمعت بماذا اقسم الفالي؟ لحظة شوي، اسمع. جدة الزهراء قبل كم سنة كان ما ادري وجدة الزهراء الله قبل كم سنة كان ما ادري وجدة الزهراء جابوا لي على وجدة الزهراء، يقول قاعد يحلف بجدة الزهراء، ما شاء الله.
كم سنة كان ما ادري، وجدة الزهراء جابوا لي علوية كويتية قالوا بيها السرطان يردون يقطعون رجلها، ابوها امها اجوا والناس طلعوا، وقلت للاخوان سكروا البيبان هذول يردون، خلوا بشمعة هاي الشمعة الحمراء. والله شكو الشمعة الحمراء الظاهر لها دور بالعلاج، الشمعة الحمراء هذه لها دور بالعلاج، ظاهر جو رومانسي صار. هذول يردون خلوا بشمعة هاي الشمعة الحمراء. قعدوا هنا سدوا ايد هاي الطفل شاب 17 سنة عمره بس. لحظة شوي، لحظة طفلة شابة 17 سنة عمرها، لحظة شوي لحظة. هنا سدوا ايد هاي الطفل شاب 17 سنة عمره الحمراء. قعدوا هنا سدوا ايد هاي الطفل شاب 17 سنة عمره. ارسلك على بر يا الفالي، هي طفلة لو شابة لو 17 سنة عمرها لو عجوز. شدوها بالمنبر شدوها بالمنبر، ريابوها ربطوها بالمنبر. يلا كمل. 17 سنة عمرها سدوها بالمنبر وطلعوا الناس راحوا وهذول يودنون يبكون. انا مريت سمعت انين البكاء. يوم ورا اجوني قالوا سيد الحمد لله شفيت البنية، وديناها للمستشفى. قال ما شاء الله ما شاء الله شفيت البنية. نقطوا هذا يبا، وين هذا العباس ما ايش اسمه، نقطوا يبا هذا نقطوا داش. ما شاء الله اللعن متشربة تشرب وياي ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا كمل حبيبي كمل. الحمد لله الحين سالمة تجي للمجلس ببركة الحسين اخر المستشفى. قال الحمد لله الحين سالمة تجي للمجلس ببركة الحسين، ببركة بن برك ابا عبد الله. سيدي ترى الحسين مو بس للشيعة، الحسين امام الكل. والله مسيحيين عندي اخذوا الشفاء من مجالس الحسين. يعني مسيحيين، حتى المسيحيين كانوا ياخذون الشفاء. بس السؤال يا شباب الله المستعان، سؤال لكم يا ضيوفنا 12 سواء اخونا ابو حيدر او غيره او غيره. ابو حيدر شنو طلع، يعني طالما الشفاء موجود، منابر الحسين رضي الله عنه وارضاه وفي تربة الحسين رضي الله عنه وارضاه، يا اخي ليش تروحوا مستشفيات؟ لماذا السيستاني ذهب العلاج الى بريطانيا طالما العلاج موجود هناك يعني متوفر؟ الله المستعان. لا فلتة ما نبي نطلع عليكم محبتي في الله. اخونا ابو سعود، ابو سعود اكتشفت يا شباب شلون البني ادم يصير عينه حارة. شلون الواحد يصير عينه حارة يا ابو سعود تعرف؟ ها تعرف السبب؟ شلون الواحد يقول هذا عينه حارة؟ شو السبب؟ من يعرف فيكم؟ ها حط على جدر؟ لا يا يبا لا 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 لا. يلا يا فوفو حبيبي خلي الناس تستفيد. يلا بابا قول ليه شلون البني ادم يصير عينه حارة؟ شو تسوي امه؟ اذا الام الحامل كمثال نظرت الى انسان ميت وهي حامل، هذا الولد الذي ببطنها يطلع انسان عينه حارة. اها السبب بسيط. عرفت السبب ولا ما عرفته؟ ها عرفت السبب ولا ما عرفته ليش يطلع عينه حارة؟ عرفته ولا لا؟ اذا الام الحامل كمثال نظرت الى انسان ميت وهي حامل، هذا الولد الذي ببطنها يطلع انسان عينه حارة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. استفيدوا اهل السنة والجماعة، استفيدوا على الاقل يعني يحوشنا نصيب من الفائدة اللي بالحسينيات، نصيب جزء بسيط من الفائدة اللي بالحسينيات تنقال. ميت وهي حامل، هذا الولد الذي ببطنها يطلع انسان عينه حارة. ما شاء الله. اذا واحد زوجته حامل لا يخلي زوجته تشوف الميت، حتى اذا ابوها مات امها ماتت في حال الحمل. هاي النظرة شنو اثرها؟ اكو هنا ابحاث. اخواني الله سبحانه وتعالى خالق نظام الدنيا نظام عجيب. في اليوم كنت اشوف في كتاب علمي ان والله استريح لحظة شوي. والله هو الله سبحانه وتعالى يعني خلق هذا صح نظام عجيب، طالما انت الفالي فيه فهو نظام عجيب. الحين الفائدة الثانية نرجع الى محور حديثنا وهو السلاحف. وما ادراك ما السلاحف. اعتقد يا شباب لو جبت واحد الحين يقول ابتدائي من الاطفال اللي يشاهدون تلفزيون ويشوف السلحفات مسكينة شلون تطلع تروح على التراب بجزيرة ولا شيء وتبيض وتدفن بيضها وتروح وبعد ما تدري عن البيض. بس اليوم انا عرفت معلومة جديدة، فمثل ما انا استفدت المفروض انتم تستفيدون. تفضل يا فوفو تفضل حبيبي. ان السلحفات جسدها جسد خشن يعني مو ناعم. لما تبيض ما تقدر تقعد على البيضات، ما تقدر تغطي على البيض،
فتجلس من بعيد وتنظر الى بيوضها. بس هذه النظرات عرفتوا شلون؟ عرفتوا؟ فالحين عرفنا ان السلحفات تبيض وتخز البيض من بعيد. نعم، لما تبيض ما تقدر تقعد على البيضات، ما تقدر تغطي على البيض، فتجلس من بعيد وتنظر الى بيوضها. بس هذه النظرات تيار عجيب من نور الام على البيضات. يخرب بيتك يا الفالي، يخرب بيتك يا الفالي. سمع بس. لما تبيض ما تقدر تقعد على البيضات، ما تقدر تغطي على البيض، فتجلس من بعيد وتنظر الى بيوض. ليش تستحي من بيضها ولا شنو؟ تستحي من بيضها، تروح من بعيد مسكينة وتخز البيض، مستحية. بس هذه النظرات تيار عجيب من نور الام على البيضات، برؤية الام هذه ويا اثول السلحفات تدفن البيض بالتراب يا اثول، فشلتني. البيضات تنفقس يصيرون صغار. السلحفات. شنو هاي النظرة؟ شنو اثر هاي التيارات؟ لاني ابحاث عند ذي العرش مكين يحتاج الى اصلا يا الاثول الاشعاع ما يسمى تيار يا حبيبي، بحث الى دقة. واحد من علماء هولندا موريس مترلينك كاتب 20 مجلد كتاب في النملة فقط. 20 مجلد في النملة فقط عن الحسد. لا نحسد هذا فوترلينك فدي شو اسمه عشان لا نحسده، يبقى لا نحسده. يلا ابو مشاري. وعلى آل محمد وعلى آل محمد صلوات محمد وعلى آل محمد صلوات محمد وعلى آل محمد. عدنا الليلة عيد العسكري عند وليد، احنا عدنا الليلة عيد العسكري عند وليد. الفالي رواية حلوة اقراها لكم ما شاء الله، مجلسنا عابر بوجود العلماء اعزائي ضيوفي. الرواية عجيبة مولانا، هاي الرواية اسمعوها. يوم من الايام في الرواية هكذا عن الامام محمد الباقر روحي له الفداء، جاءت نحلة في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله كان يعرف لغة الحيوانات بإذن الله. النبي يعرف لغة الطير، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف علوم الأولين والآخرين. النبي سأل من النحلة قال لها أنت تأخذين سويق الأزهار، هاي الزهرة الوردة أخذوها شوية عضها تشوف السويق مالها شوية مر بمراها. أنت النحلة شو تسوي؟ النبي يسألها أنت النحلة ماذا تصنعين؟ أن يتبدل في بطنك هذا الذي تأخذيه من الزهرة يصير عسل حلو، يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان وفيه شفاء للناس. النحلة أجابت رسول الله قالت يا رسول الله احنا لما نمتص الأزهار نصلي عليك وعلى آلك 3 مرات، اسمعني بعد صلواتك، نصلي عليك وعلى آلك 3 مرات فيتبدل هذا السويق المر في بطوننا إلى عسل حلو. فقال رسول الله قال من صلى علي 3 مرات أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله سيئاتكم تبدل إلى حسنات إن شاء الله. طيب هاي بشائر حلوة لكم. إذا تبت يعني أنت عندك أكثر معصية من الحر بن يزيد الرياحي. يا عم الحر مسوي معصية اهتز لها السماوات، الحر اللي سواه مو قليل، حمل السيف بوجه رسول الله هذا من أكبر الكبائر.
ولكن الإمام الحسين يعطيك بشارة، إن تبت إن هاي الإن شرطية مهمة، إن تبت تاب الله عليك. يا شباب يا إخواني يا أخواتي، هالليلة تعالوا توبوا إلى الله، إن تبتم تاب الله عليكم، بل الله يبدل سيئاتكم إلى حسنات.